خلينا معنا على الهاتف ينضم صالح الصقري. مساء الخير يا كابتن. مساء النور اخوي تركي. اهلا وسهلا فيك، تفضل يا كابتن. احب امسي عليك اول شيء، واحب امسي على ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا فيك كابتن. بخصوص موضوع حسين عبد الغني ومشعل السعيد، انا حبيت بس انه المداخله، انه ابغى افيد الجمهور والشارع الرياضي بالحركه اللي انا شفت الحلقه امس باحد القنوات، انه هذه الحركه هي اللي شدت او هي اللي كانت سبب النرفزه وسبب المشكله اللي حدثت بين مشعل والكابتن حسين. بس حبيت اني اقول انه هذه الحركه اللي سواها مشعل خاصه لما عشر على الجزمه وانتم كرامه، هي كانت يعني قبل المباراه كان في موضوع نقاش كذا في غرفه الملابس بيني وبين مشعل السعيد وسلطان نمري وبين محمد سالم، بخصوص انه انت لاعب محترف ولاعب كبير فلازم ايش تلبس حذاء رياضي، تعرف الان الاحذيه الوان واشكال، يعني موضوع حبي كذا. بس لما سجل الهدف وكان هدف يعني بطريقه حلوه من الكابتن سلطان، اشر علينا انه هذا انه الجزمه، شوف الهدف كيف سجلت، فمو مقياس انه الجزمه تكون بسعر غالي او شكل حلو، اهم شيء اللاعب يكون امكانياته وكل شيء. بس انا استغربت يعني من امس لحد الان بعض الاقلام وبعض الناس تردد انه لا، الحركه من مشعل السعيد كانت بالعكس، مشعل السعيد ارقى من كذا وارقى من الاشياء اللي يسويها، بغض النظر يعني انه معي بالفريق او زميل، الحق يعني شهاده حق لازم تنقال. فكلنا نعرف مشعل السعيد باخلاقه ورقيه في التعامل وكل شيء، سواء برا الملعب وداخل الملعب. طيب كابتن صالح الصقري نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد اللاعب الدولي المعروف، شكرا جزيلا لك. شهاده من كابتن صالح، وهو كان موجود في الحدث. نرجع نتكلم عن الهلال والنجران. لا، بعطيك روايه من مصدر نصراوي. المصدر النصراوي بنطلبه بعد شوي بيتكلم، بس خلينا الحين في الهلال والنجران عشان الهلاليين بس والنجرانيين ما يروح حقهم في الحديث يعني. انا مع الكابتن زكي، يعني للاسف الالماني توماس تول لم يقدم ما يشفع له مع الهلال، رغم ما يوفر له من قدرات لاعبين على مستوى عالي، من افضل اللاعبين على مستوى الكره السعوديه. المدرب يفشل في قراءه المباراه قبل المباراه. نجح اليوم في تغييراته، لكن حتى وان نجح يعني فبصعوبه. يعني دول ليس في مستوى الهلال، واتوقع حسب برضو معلوماتي الخاصة أنه بعد نهاية الدور الأول بعد مباراة الاتحاد دول سيغادر الهلال. طيب أنا هالمعلومة جاتني واتصلت اليوم على مصادر هلالية رسمية. خليني أقول لك شيء على مصادر هلالية يعني خلينا نقول رسميا، نقول في الإدارة الهلالية. أنتم يا جماعة فعلا دول في نية التفكير حتى في تغيير المدرب؟ قالوا ولا حتى جاء ابدا مجرد تفكير. هذا اللي جانا واللي جاك انت عاد كيفك. اذا الهلال فشل امام الاتفاق الاسبوع المقبل وفشل قدام الاتحاد في المباراه المؤجله، انا اثق ثقه تامه ان دول سيغادر الهلال. ترى الهلال الى الان ما قدم مستوى مقنع الا في مباراه الاهلي، ولولا مباراه الاهلي كان دخل الهلال في مشاكل. هذا دليل ضعف فني في المدرب. كان في لا، والاهلي كان في وضع سيء في المباراه. يعني صحيح الهلال يعني قدم مباراة رضى عليها جميع الهلاليين، لكن يعني بوجود لاعبين عندهم امكانيات فرديه. هل هذا تاثير اللاعبين؟ هل يعني الهلال لانه خرج من خساره قدام الشباب واللاعبين بيثبتون للمدرب والاداره والجماهير انهم يستحقون تمثيل الفريق، فكان مستواهم قدام الاهلي عالي؟ لا، هو الهلال متى ما حضر لاعبين اللي عندهم الامكانيه والحلول الفرديه راح يكون الهلال وضعه طيب. لكن زي اليوم يعني مع خروج ايمانا ومع خروج الفريدي، الحلول الفرديه لما تلعب ضد فريق متكتل تحتاج الى حلول فرديه وامكانيات، يعني لاعب عنده حلول، لذلك اليوم قلت هذه. من نجح هم لاعبي الهلال وليس دول. في فترات في مباريات كثيره كان لعيبه الهلال هم اللي ينجحون.